بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ نادية غزاوي. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وأحوال طيبة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله الاقتراح ديالي هو واحد الكاليت بقاليت بدون سكر. المرضى السكري والناس مالين الرجيم مالين الحمية كيجي زوين. هو في المنظر كيجي زوين، كذلك في المذاق كيجي زوين، وكذلك راه فهو رطب هش. بالنسبه للمكونات فهي مكونات يعني بسيطه ماشي معقده. بالنسبه لي انا استعملت هنا 3 الكيسان، جوج كيسان ديال الشوفان وجوج معالق. واستعملت كاس نصو لوز مطحون ونصو كوك. اللي بغى يتخلى على هذاك الكوك واللوز يكملوا كله شوفان، فكذلك كتجي كلها شوفان كتجي زوينه. فقط انا بغيت نسمها نعطيها واحد النسمه ديال اللوز والكوك باش درتو، واللي بغى يتخلى عليهم يبدلوا يديروا كاس كله كامل شوفان. فان شاء الله غادي نشارك معكم. هيا بسم الله سمحت معكم. هيا رطبه ماشي قاصحه، كتجي رطبه. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا باش يوصلكم كل جديد، وخليوا الاراء ديالكم واقتراحات ديالكم في التعليقات. بسم الله ان شاء الله غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير والمقادير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا جوج بيضات، عندي جوج كيسان ديال الشوفان مطحونين، عندي هنا قبيصه ديال الملح، عندي هنا واحد معلقه صغيره ديال فاني غبره. واللي ما بغاش يدير فاني غبره يدير النافع، حتى اللي كيبغي المذاق النافع كيجي النافع اما مطحون اما حبوب نفس الشيء. عندي هنا ساشي ديال 8 غرام ديال الخميره الحلوه، عندي نص كاس ديال الزيت، وعندي هنايا نص كاس ديال الكوك مطحون، ونص كاس ديال اللوز مطحون. عندي هنايا هذا املو ديال الكاوكاو. عندي هنا كاوكاو محمراه ومنقياه وطحناه وزايده فيه. انا كنطحنو وانا كنزيد فيه الزيت حتى كيولي هكايا املو جاري، كيولي هكايا. هذا كيعطينا التعليكه. هذا هو البديل ديال العسل ديال الكاليت، هذا هو البديل ديالو. ان شاء الله غادي ندوزو دابا الطريقه. بسم الله. هنا عندي هاد الاناء هذا غادي ندير فيه ان شاء الله بسم الله البيض. بسم الله جوج بيضات بسم الله على درجه حراره المطبخ. غنزيد لهاد قبيصه ديال الملح، غادي نزيد هاد املو، غادي نزيد هاد فاني، وغادي نخدم هاد الشيء كله بسم الله مع البيض. اللي كياخد شي نوعيه ديال السكر، شي بديل السكر يديرو، واللي ما كياخدش السكر ما يدير حتى حاجه، يدير غير هاد العناصر راه كتجي في المذاق زوينه. دابا ان شاء الله غادي نزيد هاد شويه ديال هاد نص كاس ديال الزيت. بالنسبه لهداك املو كيعطينا كيجيبها معلكه، كيعطيها التعليكه. دابا ان شاء الله غادي نزيد هذاك الطحين بسم الله. هذا الشوفان جوج كيسان ديال الشوفان مطحون. دابا ان شاء الله غادي نزيد داك نص كاس ديال الكوك ونص كاس ديال اللوز.
مازال ما تجمعات. زدت ليها واحد المعلقه كذلك ديال الشوفان، يعني 2 كيسان ومعلقه. زدت لها، لقيتها مازال ما جمعات، زدت لها الكاس المعلقه الثانيه. دابا صافي بالنسبه صافي باش ما تقصحش ليا. زدت لها 2 معالق ديال الشوفان مطحون. صافي دابا ان شاء الله في الاخر غادي نزيد لها هذا الساشي ديال الخميره. بسم الله، ندخلها لها. عندي هنا شويه ديال الزيت غادي نستعن به، غادي ندهن يديا وغادي نهز واحد الكويره ونكور ونحطها في اللاطه. غادي نستعن بالزيت ونكورها ونحطها في اللاطه. دائما نستعن بالزيت لانها كتلصق. واحد صفر بيضه غادي نزيد ليها واحد شويه ديال القطرات ديال الخل باش تحيد ليا الزفره. وغادي ندهنهم بها. غادي نعطيها الشكل ديال كاليط. بسم الله، نشرطها هكايا. دابا ان شاء الله غادي ندخلها الفران عندي سخون، مشعلاه من الفوق ومن التحت على درجه 180. غادي ندخلها طيب حتى طيب ان شاء الله على خاطرها. الكاليط ديالنا هو طاب لمرضى السكري والمالين الريجيم. هو كيجي زويون، ها هو محمر، خدا 30 دقيقه في الفران. كان هذا هو اقتراحنا ديال اليوم، كاليط بالسوس لمرضى السكري ومالين الريجيم بالشوفان. الى عجبكم اقتراح اليوم ما تبخلوش عليا بجيم واشتركوا في القناه وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. في انتظار ارائكم وتعليقاتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى فيديو قادم ان شاء الله.